السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل بعجينة كده خفيفة وهشة وجميلة. هنعمل بيها كده فكرة جميلة، فكرة سندوتشات، والنتيجة بتبقى روعة زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة هشة ازاي. تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة نشوف عملنا ايه، ولو عجبكم الفيديو فضلا الاشتراك في القناة. اول حاجة معايا نص كيلو دقيق او ما يعادل 4 كوبايات، هنخلهم الاول. باكو خميرة فورية، معلقة صغيرة بس تكون مليانة بيكنج باودر، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار لبن بودر، والخطوة دي مش أساسية بس بتدي طعم كده وطراوة للعجين، ورشة بسيطة ملح. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبعدين هشرب الدقيق بفنجان صغير كده زيت. بعد كده هلم العجين بقى بمية تكون دافية. سميت كده الدقيق بكوبايتين الا ربع ميه. طبعا الكوبايات اللي هي المعياريه او الكوبايات الشاي العاديه. افضل بقى كده اعجن في العجينه شويه كده دقيقتين 3، علشان كل ما تخدمي العجين في العجن بعد كده لما بيستوي بيدي فطاير كده تبقى طريه، ما تنشفش معاكي اول ما تستوي بالشكل ده. وبرده كل دقيق حسب تشربه للسوائل، يعني انا خدت هنا بالظبط كوبايتين الا ربع، ممكن دي ياخد اكتر من كده او اقل من كده. المهم يبقى العجينه طالعه معاكي، بصوا طريه كده وبتلزق سنه، يعني ما بتلزقش قوي بس بتلزق كده في ايديكي سنه، يبقى كده العجينه حلوه وزي الفل. بعد كده هدهن وش العجينه كده بالزيت، وبعدين هغطي بقى على العجينه كويس قوي، وبعدين هسيبها كده في مكان دافي لحد ما العجينه تخمر. بعد وقت كده تعالوا نشوف ايه الاخبار. ما شاء الله خمرت، بصوا زي الفل. نلم بقى العجينه، بصوا طريه ازاي، يعني كانها في طراوه اللبانه بالظبط. بصوا طريه، بصوا حلوه ازاي. نحاول نقسم بقى العجينه كده كور الى حد ما يكونوا قد بعض. بالشكل ده، وبعدين نغطي كور العجين كويس قوي، وهنسيبهم كده قيمة نص ساعة يخمروا كمان مرة. الكرات خلاص خمرت كمان مرة، ناخد بقى ايه واحدة واحدة ونغطي الباقي ونبططها بقى كده. تمام قوي كده. بصوا احنا عايزينها تبقى رقيقة بالسمك كده. هجيب بقى سمنة وهدي مسحة بسيطة كده على وش الفطيرة اللي احنا فردناها، وبعدين هنطبقها كده نصين على بعض بالشكل ده، وبعدين هنرصها في الصينيه بالشكل ده. برضو هنغطي العجين كمان مره ونسيب كده العجين حاجه زي ربع ساعه يخمر كمان مره. يعني اي خطوه هنعملها هنسيب العجين يخمر ويرتاح شويه كده. التخمير ده بيدي نتيجه حلوه قوي في النهايه. الفطاير خلاص خمرت كمان مره. بعد كده جبت بيضه كده ضربتها بنقطتين خل، وادهن وش الفطاير كده، وما اضغطش يعني على كل فطيره علشان مخرجش الهواء اللي جواها. وهرش على كل واحده كده شويه سمسم على حبه البركه، والخطوه دي برضو اختياري بالشكل ده. وفرن بقى يكون سخن وعلى درجه حراره 200. هحط الصينيه في الرف الوسطاني، ممكن احتاج على اخر دقيقتين كده اشغل الشوايه للفطاير بس تاخد لون. خلاص كده اول صينيه خرجتها من الفرن، لسه في شويه في الفرن. نشوف بقى، نفتح السندوتش بينفتح بكل سهوله كده. بصوا من جوه عامل ازاي، وهش العجينه هشه وطريه وزي الفل. نحشي بقى اي حشوه انت عايزاها. انا هجيب هنا كده كابوتشا، وهحط بقى ايه جبنه رومي، تقدري تحطي لانشون، تقدري تحطي كفته، تقدري تحطي اي حاجه انت عايزاها بالشكل ده. بصوا العجينه طريه وبيبقى طعمه حلو قوي، والاطفال بتحب عامه المعجنات، تبقى المعجنات كده حلوه في البيت.
يا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد.